بسم الله الرحمن الرحيم. كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ دهب. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة وفي احسن حال ان شاء الله. اليوم مش هنطبخ، هندي فكرة لوجبة غدا سريعة او عشاء سريع او فطار متأخر حتى ينفع سريع. هذه وجبة سندوتشات شاورما دجاج سويناها في اقل من ربع ساعة ان شاء الله. هقول لكم ازاي الحين كيف انا سويتها يعني. انا من بالليل قطعت شرايح الدجاج وتبلتها بتتبيلة الشاورما. والشاورما انا كنت مسوي لها فيديو قبل كده، ممكن ترجعوا للقناة تشوفوا طريقة تتبيلة الشاورما كيف يعني. وبعدها غلفتها بالتتبيلة وحطيتها في التلاجة. بعدها سويت عجينة خبز الشاورما وسويت الخبز ولفيته بالبلاستيك راب وحطيته في الفريزر. تاني يوم بقى لما قمت الصبح خرجت الخبز من الفريزر يفك على مهله، وبعدها بدأت قطعت الخضار اللي هو البصل والفلفل اللي هحطه على الشاورما وانا بسويها. وسويت الشاورما ما اخدتش 10 دقايق. وطبعا بدأت افرد السندوتشات، حطيت مايونيز، طبقة مايونيز، طبقة ملفوف اللي هو الكرومب بشرايح خفيفة مع مخللات مع فرنش فرايز، وحطيت الشاورما ولفيت السندويش مثل ما انتم شايفين. وهذه الوجبة اهي مثل ما انتم شايفين. يعني احنا لو رتبنا الخطوات بإذن الله تعالى مش هتاخد على طول يعني. كل حاجة هترتبيها من قبل ما تنامي، هتقومي الصبح ان شاء الله الوجبة كلها مش هتاخد 10 دقايق، يعني ربع ساعة بالظبط تكوني مجهزاها ومسوينها يعني. وصلصة التومية احنا كنا مسوين لها فيديو قبل كده، مسوينها برضو بطريقة المطاعم، فياريت ترجعوا للقناة وتشوفوها. يا رب اليوم فكرة الوجبة تكون عجبتكم ونالت على رضاكم. تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، واي اراء واي كومنتات هننتظرها تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.